مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مرة تانية بالمطبخ. اليوم رح اعمل اكلة كتير سهلة ومكوناتها بسيطة، هي رز مع سبانخ. بالنسبة لمقادير الرز مع السبانخ، رح استعمل بصل احمر، تومة، زيت زيتون. انا بستخدم هون نوع زيت الزيتون اللي هو خاص بالطبخ، مش الزيت الزيتون اللي بنستخدمه للتغميس او للسلطة. يعني زيت زيتون اللي متوفر عندكم بالبيت، اللي بتستخدموه عادة للسلطة أو للتغميس، بيكون شوي تقيل، فإذا عندكم نوع اللي أخف شوي بيكون أحسن. بس برضو لو ما توفر بتقدروا تستخدموا الزيت التقيل وتخلطوه مع شوية زيت ذرة. طبعا سبانخ رح أفرمها فرم خشن. طبعا أنا بستخدم هون البيبي سبانخ، هذا اللي هو جاهز للفرم على طول. لو ما توفر عندكم مش مشكلة، تستخدموا السبانخ الضمم عادي. في عندي هون رز، أنا رح أستخدم الرز الجاسمين، بتقدروا تستخدموا الرز المصري أو الرز البسمتي زي ما بتحبوا، بس طبعا كمية المي بتختلف حسب نوع الرز. رح يكون في عندي طبعا ملح وفلفل أسود، وهي هي كل مكونات الطبق. بطنجرة على نار متوسطة عم بحمي بالطنجرة أنا هلا. أول ما تحمى شوي رح أضيف تقريبا ربع كوب زيت زيتون، ورح أضيف البصل المفروم ناعم، طبعا يستحسن تستخدموا البصل الأحمر، بس لو ما توفر مش مشكلة، أو فيكم تستخدموا بصل أخضر كمان. رح أضيف رشة بس صغيرة ملح عشان تساعد البصل إنه هو يدبل، ورح أترك البصل يتدبل حوالي 10 دقايق أو لحد ما يبلش لونه يتغير للون الأشقر. مر تقريبا 10 دقايق، بدأ لون البصل عندي يتغير للون الأشقر أو الذهبي الفاتح. رح أضيف سنين تومة مدقوقين، فيكم تفرموهم خشن كمان بالسكين. رح أحركهم بس لمدة دقيقة لحد ما تبدأ ريحة التومة تطلع، لأن التومة ما بتستحمل، وإذا انحرقت معكم تعطي نكهة مش طيبة لهذا الطبق بالذات. والنار دايما على الوسط. أول ما أشم ريحة التومة طلعت على طول ببدأ أضيف السبانخ. اللي فرمتها خشن، طبعا بدكم تغسلوها لو هي مش مغسولة. صفوها من المي منيح. علوا النار بهاي المرحلة، يعني بين الوسط والعالية، على أساس إنه ندبل السبانخ. طبعا أنا الرز نقعته، غسلته ونقعته أول ما بلشت أفرم البصل والسبانخ، يعني بدنا ننقعه تقريبا بين ربع ساعة ونص ساعة بمي فاترة. طبعا أنا هلا عم بغلي مي، لأنه أول ما تتدبل عندي السبانخ رح أضيف الرز بعد ما أصفيه من مية النقع. شوفوا كيف السبانخ على طول بلشت تدبل. رح أضيف ملح، فلفل أسود، طبعا حسب الذوق، الملح والفلفل الأسود حسب الذوق. بدكم تدوقوا بعدين الرز أول ما نحطه والمي تبعته المغلية، بتدوقوا طعمته. لو حسيت إنه بده ملح أكثر بتحطوا، أو فلفل أسود حسب ذوقكم. هلا رح أضيف الرز المصفى. بحركه مع الزيت شوي لحد ما الزيت يغلفه. المي مغلية جاهزة عندي. هلا كمية المي هون بتعتمد على نوع الرز. أنا هذا الجاسمين يعني رح أضيف تقريبا كوباية وثلث، كوباية وربع، كوباية ثلث مي بكفي. بالنسبة للرز المصري يعني ممكن تضيفوا كوباية لكوباية وربع. الرز البسمتي لا بده أكتر، يعني ممكن تستخدموا لحد كوباية ونص مي. شوفوا هاي كمية السبانخ مقارنة بكمية الرز ممتازة.
هلا في ناس بيحبوا يحطوا سبانخ اكثر او رز اكثر، هاي الكمية انا بالنسبة الي هيك بكفي. ريحته كثير حلوة طبعا. اضيف المي المغلية هلا. هلا بهاي المرحلة بدكم تذوقوا، تستنوا بس يغلي وبتذوقوا الملح والفلفل الاسود وبتعدلوا الطعم. طبعا هلا اول ما يغلي على نار عالية بنخليه، وبعدين اول ما يغلي بنغطي الطنجرة وبنتركه على نار هادية على الاخر تقريبا 20 ل 25 دقيقة لحد ما يسوي الرز، وبنطفي تحته. طفيت تحت النار وتركت الرز 10 دقايق بدون نار يعني. هلا بالشوكة رح احركه بهاي الطريقة، بس بفتح الحبات عن بعض. طبعا هاي الاكلة بتتاكل وهي بحرارة الغرفة او سخنة او حتى باردة من الثلاجة. هلا صارت هيك جاهزة للتقديم. انا خلصت الرز مع السبانخ، رح اقدمها مع سمك مقلي، واذا بتحبوا تعصروا عليها ليمون اثناء الاكل. طبعا هي بتتاكل سخنة او بحرارة الغرفة او حتى ممكن تتاكل باردة لانها معمولة بزيت زيتون. صحتين وعافية وبشوفكم مرة تانية.